اهلا مرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وقناتكم فاتن بيوتي. نتمنى تكونوا بخير وبصحه جيده واحسن الاحوال ان شاء الله. 2024 بغيت فاتحه معكم بفيديو جديد. فيديو بعنوان كيفاش تخدمي الانوثه ديالك باش توصلي الاهداف ديالك، اي هدف بغيتي كيف ما كان. هنا ما غاديش نهضروا على، ما غاديش نقولوا توصلي لاي هدف بغيتيه وبطرق اللي ما ملتويه، بلا داعي لاننا نشرح بزاف، وانما غادي نهضروا على الانوثه، على الفطره ديالك انت كانثى، كيفاش توظفيها باش توصلي لاي حاجه تمنيتي ان شاء الله. انا ما كاينيش انك ما غاديش تخدمي وما غاديش تبذلي واحد الجهد، لا، الانوثه ديالك جزء منك، فعلاش لا ما تحاوليش تفعليها وتخدميها في حياتك في جميع اهدافك باش توصلي لهم ان شاء الله. فالبنات، الا كنتي اول مره شفتي القناه ولا كنتي اول مره طلع لك لا فيديو، مرحبا بك، نورتيني وشرفتيني. نتمنى تخلي لايك وتخلي ليا واحد الكومونتير ملي يسالي لا فيديو ان شاء الله. فكيفاش نوظفوا الانوثه باش نوصلوا الاهداف ديالنا، باش نوصلوا لاي حاجه بغيناها. اول حاجه شنو هي الانوثه؟ الانوثه هي واحد الحاجه فطريه ميزنا بها الله سبحانه وتعالى على الذكور، عطاها للنساء، ماشي كل امراه هي انثى. الانوثه راه واحد الاحساس كنعيشوه، قلت لكم انه فطري فينا، يعني ما كنتعلموش، ماشي واحد طبع مكتسب، بالعكس هو فطري، غير مع مشاغل الحياه والانسان. يعني راكم عارفين ان الحياه ديالنا راه كتبدلنا، راه ما يمكنش انه الانسان غادي يبقى في واحد المنحى واحد، ولا يعني غادي على واحد الطريق وحده. مشاعب الحياه والمشاكل اللي عندي انا ماشي هي اللي عندك انتي واللي عند واحده اخرى، فرا الحياه ماشي عادله معنا كاملين للاسف. ولكن الانوثه هي واحد حاجه فطريه فيا وفيك انتي وفي كاع البنات، ولكن مع الوقت ما قلت لكم بحال داك الوهج ديالها كينطفي. فاول حاجه باش نرجعوها للواجهه وباش نفعلوها نخدموها للمصالح ديالنا، تعترفي انك انثى ببساطه شديده. تعترفي انك انثى، تقولي انا انثى، كنستحق اي حاجه زوينه، كنستحق الفرح، كنستحق السعاده، كنستحق كل حاجه زوينه في هذا العالم. اعترفي براسك انك انثى، يعني بمصطلح اخر ما تكونيش يعني مرجله. داك مرجله غادي اختي غتجي باغي في راسك. هذوك التصرفات اللي مخالفين للفطره دائما ما كيديوناش لواحد الطريق مزيانه، وكتعيشي في صراع مع النفس ديالك. يعني ما عمرك غادي تزيدي القدام، ما غاديش تشوفي حياتك كيفاش انت عندك غير صراعات مع نفسك، وغادي تزيدي في حياتك المهنيه ولا المسار ديالك ولا حياتك العائليه القدام، فما يمكنش. اعترفي انك انثى اولا، وكل شيء غادي يجي بوحديته ان شاء الله بطبيعه الحال، مع شويه ديال العمل وشويه ديال الخدمه على الشخصيه ديالنا ولا الكاركتير ديالنا كانثى، غتكون نتائج زوينه. ولكن اعترفي لي اختي انك انثى، انك انثى حقيقيه، ماشي غير بنت، ماشي غير سميتك مثلا سميتك مريم ولا زينب ولا غير بالسميه، لا، عيشي الانثى، عيشي انك انثى. يعني انت خاصك كيناسبك غير الدلال، وكيناسبك اختي غير اي حاجه زوينه. اول حاجه، بعد ذلك واحد الحاجه اننا نحسوا باننا انثى، اننا نحسوا اننا اناث، نحسوا اننا يعني مميزين بزاف. وفعلا الله سبحانه وتعالى راه كرمنا بهذه الفطره هذه، مميزين، حنا مميزين. الاناث بشكل عام مميزين في شحال من حاجه، من غير يعني المميزات الجسمانيه وما الى ذلك، ولكن حنا مميزين. تقبلي انك مميزه، انت اختي مميزه اللي كتسمعيني دابا. عندك واحد المعالم انثويه اللي ما عندش الرجال. عندك كيكون شعرك طويل، عندك واحد الشعر، عندك واحد الجسم، عندك واحد الانحناءات، يعني واحد الحوايج يعني اللي عارفين بلا ما نزيد نشرح اكثر، مميزين الانثى. فإلا حسيتي براسك فعلا انك انثى، غادي غتعيشي يعني واحد الحياه جميله جدا. والشيء الثالث هو انك ديري اي حاجه متعلقه بعالم الانوثه. شنو هي؟ مثلا انك غتعتني بالجسم ديالك، انك مره غتبدلي لاكوب ديال شعرك، غتبدلي لا كولور، غادي ديري مره شي روج لافغ يكون كيجي معاك، انك كضحكي الضحكه، الابتسامه ولا الابتسام ولا التبسم اللي كيكون بلا صوت. معنى انك يعني دائما يعني بشوشه، يعني اي واحد لقيتي معاه ولا يعني دائما كيكون عندك وجهك بشوش، ماشي غير مقلقه وما عجبك حال، بالعكس يكون الملامح ديالك يكونوا هادئين. رخي لي هذوك الاعصاب ديال الوجه مساكن اللي ديما مشدودين، وهذوك الحجبان اللي ديما مقابلين مع بعضياتهم وديما قراب لبعضياتهم، رخ فيهم ليا شويه. دابا حاولي انك ديرها، رخفي شويه وجهك،
تلقي شويه كتافك، حاولي تلقيهم وحسي بالهدوء، وغاب شويه عليك ما زرباك حتى حاجه، غاب شويه، وتكون النفسيه ديالك يعني تكون دائما بشوشه وتكون ايجابيه غتفكري بالايجابي غيعطيك ربي الايجابي. غتفكري في شي حاجه خايبه ولا غتفكري ديما في شي حاجه نيجاتيف، راه غادي تلقاي غير اي حاجه نيجاتيف. الله سبحانه وتعالى راه كيعطينا شي حوايج خايبين هما كابتلاء، ما عمرك تفهميهم، هذا موضوع اخر، ما عمرك تفهميهم على اساس انه يعني علاش انا من دون البنات كاملين، علاش هذا الشيء موضوع اخر نهضروا عليه من بعد. هذوك ابتلاءات، حنا في دار ابتلاءات، نكونوا صريحين جدا. نرجعوا للموضوع ديالنا، قلنا انه غادي ديري اي حاجه متعارف عليها مع البنات، الضحكه، الابتسامه، ماشي الضحكه بالصوت عاوتاني وانت كتبان لك درسه ديال العقل. وخصوصا كنشوف ان شي تصرفات اللي شخصيا ما كيعجبونيش صراحه، وانسان كل وحده حره في راسها، انت حره في راسك، ضحكي كيما بغيتي، تلبسي كيما بغيتي، ولكن انا شخصيا ما كنبغيش بحال دوك التصرفات، هذيك الضحكه الجهوره اللي الصوت ديالك كيتسمع، يقدر تسمع في مجمع انت بوحدك، اللي لا غير بشويه لك ابتسامه، تكون وجهك بشوش، تكوني عايشه الراحه النفسيه مع راسك، وغير بشويه وهونيها تهون. هذه دائما كنبغي نقول، هذه هوني الامور تهون ان شاء الله. حاجه واحده اخرى كما قلت لكم، انك مثلا تقدري مثلا ديري الرقص ايضا، اي شكل من اشكال الرقص ايضا هو تعبير راه على الانثى، راه ملي كنحركوا هذاك الجسم ديالنا ملي كنرقصوا بطبيعه الحال انا قلت لك غادي ترقصي قدام الناس كاملين غير بوحديتك. الرقص تا هو واحد التعبير وشكل من اشكال الانوثه، واحد تجسيد زوين بزاف الانوثه، وانك انثى. حاجه واحده اخرى هو اللعب، مثلا تقدر تلعبي، تقدري تضحكي، تولي بشوشه، يعني ديري واحد الجو لطيف بيك، واي واحد يعني يقدر يتفكر يقول هذيك الانسانه راه يعني هذيك الانسانه عندها واحد يعني بشوشه، وانك ملي كتجلسي معاها يعني كتحسي براسك جالسه مع واحد الانسانه اللي يعني راسها عامر، اللي عندها ما يتقال، وفي نفس الوقت ماشي عاوتاني لديك الدرجه ديال يعني شي حاجه فيرغار ولا شي حاجه، بالعكس انسانه متزنه، انسانه زوينه، وانسانه كلاس. اخر نقطه غادي نهضر عليها ان شاء الله في هذا الفيديو، بطبيعه الحال غادي يجيو اجزاء اخرين غادي نهضروا فيهم على الانوثه، يعني بتفاصيل اكثر. بطبيعه الحال ما بغيتش نطول عليكم الفيديو، بغيت ما امكن نعطيكم الخلاصه والزبده ما امكن. اخر نقطه اللي قلت لكم غنهضر عليها هو الصوت ديالك، ولا النبره ديال الصوت ديالك تكون ما تكونش مرتفعه وما تكونش هابطه. ما تكونش مرتفعه ان العالم كامل يسمعك، العالم كامل اللي حداك يسمعك، اللي بغاه يسمع واللي ما بغاش يسمع حتى هو يسمع، لا. وما تكونش عاوتاني منخفضه لدرجه ان اي واحد غتهضري معاه ولا غادي غير يسول يقول لك ما سمعتش، عاودي لي عافاك شنو قلتي ما سمعتش، لا. يكون النبره تكون نائمه. والصوت ديالنا في حد ذاته، الصوت اللي عطى الله سبحانه وتعالى لينا، راه في حد ذاته راه نعمه من الرحمن الرحيم، ان الصوت ديالنا ماشي خشن. الانثى الصوت ديالها ماشي خشن، وهذا الشيء تا هو فيه حكمه، ان الله سبحانه وتعالى عطاك هذيك الفطره ديال الانوثه، بالتالي الصوت ديالك راه ما غاديش يكون مرتفع، الصوت ديالك خصو يكون متوازن، خصو يكون مسموع، ماشي عاوتاني مرتفع وماشي ما يسمعك حتى واحد. وخصوصا انك حتى ملي تهضري مع الناس ولا ملي تكلمي مع اي واحد، بطبيعه الحال كل شخص عنده واحد النبره ديالو. كيفاش غنهضر مع ماما مثلا ماشي كيفاش غادي تهضري اختي مع المدير ديالك ولا مع الناس اللي خدامين معاك، ولا لا. يعني النبره ديال الصوت كلما كنا في واحد البلاصه نكونوا يعني بروفيسيونيل شويه، تكون النبره ديالك واضحه وتعكس الشخصيه ديالك. اما ملي كتكوني مع العائله راه بطبيعه الحال الامور تختلف، يعني غادي ديك الساعه غادي انت حره كيفاش تتصرفي، ولكن تحافظي ليا على النبره المتوازنه، وتكون النبره ديالك ماشي مهموسه، وانما تكون ناعمه وتكون زوينه ومسموعه على الاخرين ومفهومه. هذه اهم حاجه. فالبنات هنا نقول لكم بسلام عليكم، وصلت النهايه ديال الفيديو، نتمنى يكون الفيديو مفيد. فالبنات الى عرفتوا كيفاش توظفوا هاد النقاط اللي قلت لكم، اللعبه غادي تولي للصالح ديالكم. كونوا اكيدين الا وظفتي هادشي اللي قلت لك كلشي غادي يرجع لك بالخير. كوني اكيده، حقات انتي ملي غتعيشي الكينونه ديالك الحقيقيه وملي غتعيشي الفطره ديالك، والله العظيم لا كلشي غادي يسهل عليك، وما غاديش تبقاي في واحد الصراع وواحد التخبط مع النفس ديالك. هادشي كامل الا وظفتي
كوني اكيده ان اي حاجه بغيتيها وان هاد الامور غادي تحسبوا للصالح ديالك، غادي تحسبوا للصالح ديالك في الخدمه، غادي تحسبوا للصالح ديالك في العلاقات الاجتماعيه، غادي تحسبوا للصالح ديالك في بزاف 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 ديال النواحي ديال الحياه. فكوني انثى حقيقيه، ما تكونيش غير انثى بالاسم، وظفي الانوثه ديالك وعبري عليها وما تحشميش منها. ونتلاقاكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلام.